ما هي الفئات التي انقسم إليها المسلمون وكل منها كان يطلب الإمرة أو يدعي أنه أحق بهذا الأمر من غيره؟ إنا نجد أنه كانت هنالك 3 فئات بعد استشهاد النبي الأكرم صلى الله عليه وآله، 3 طوائف، 3 تكتلات، سميها ما شئت، كل منها انحازت إلى رمز معين وأرادت أن يكون هذا الرمز هو الخليفة. المقدسي في كتابه البدء والتاريخ في الجزء 5 الصفحة 65 يرسم صورة لهذه الحالة التي وقعت بعد رسول الله صلى الله عليه وآله، ويذكر تفاصيل اختلاف المسلمين على مسألة الخلافة، ويحدد التكتلات ال3. فيقول: ووقع الاختلاف في الناس، فانحاز هذا الحي من الأنصار إلى سعد بن عبادة سيد الخزرج، واجتمعوا في سقيفة بني ساعدة. إذن أولى التكتلات هي تكتل الأنصار، هؤلاء انحازوا، جلهم انحاز إلى سعد بن عبادة سيد الخزرج، واجتمع هؤلاء في سقيفة بني ساعدة أملا في أن يجعلوه أو يعلنوه خليفة على المسلمين. هذه هي الفئة الأولى. الفئة الثانية: وانحاز علي وطلحة والزبير في بيت فاطمة صلوات الله عليها. إذن على حد تعبير المقدسي الذي هو من علماء المخالفين، كان علي بالإضافة إلى طلحة والزبير ومن معهم قد انحازوا في بيت فاطمة الزهراء صلوات الله عليها، وهم اعتبروا أنهم يمثلون الامتداد الطبيعي لرسول الله صلى الله عليه وآله. هذه الفئة الثانية. الفئة الثالثة: وانحاز سائر المهاجرين إلى أبي بكر. إذن الفئة الثالثة كانت فئة سائر المهاجرين، لم يكن من بينهم أنصار، كان جلهم من المهاجرين. هؤلاء انحازوا إلى من؟ إلى أبي بكر، وراموا جعله خليفة. كل يدعي الإمارة لنفسه. كل فئة من هذه الفئات ال3 تدعي الإمارة لنفسها. فئة الأنصار تقول سعد بن عبادة هو الخليفة وهو الأحق. فئة بني هاشم ومن التحق بهم كالزبير، سلمان، المقداد، عمار، وهنا المقدسي يذكر اسم طلحة مع أننا نستبعد ذلك، لكن هذا على حد روايته. هؤلاء قالوا الخليفة هو علي بن أبي طالب صلوات الله عليهما. الفئة الثالثة سائر المهاجرين انحازوا إلى أبي بكر، فقالوا إن أبا بكر بن أبي قحافة هو الخليفة. كل يدعي الإمارة لنفسه. لو كان المسلمون آنذاك ملتزمين بالوفاء بعهد رسول الله صلى الله عليه وآله، لو كانوا قد حكموا دينهم وعقولهم لبايعوا عليا صلوات الله عليه. لأنه الإنسان المسلم الآن، لنفترض أنه يعود بنا الزمن إلى الوراء، فأنا أكون في ذلك الموقف وأرى 3 فئات كل منها يدعي الإمارة لنفسه. طيب، عندي أبو بكر، وعندي سعد بن عبادة، وعندي علي بن أبي طالب. رسول الله صلى الله عليه وآله أعطاني قاعدة
قال فيها في مصادر الفريقين، هذا من المجمع عليه: علي مع الحق، والحق مع علي، يدور معه الحق حيثما دار. فإذا رسول الله أعطاني هذه القاعدة أن عليا دائما على الحق، ولم يعطني مثل هذه القاعدة بالنسبة إلى سعد بن عبادة أو أبي بكر ابن أبي قحافة. فيجب ها هنا أن أستثني سعد بن عبادة وابن أبي قحافة وأذهب وأبايع عليا صلوات الله عليه، لأنه في التخلي عنه وتكذيبه في ادعائه أنه الأحق بالخلافة تكذيبا لرسول الله صلى الله عليه وآله، إذ إنه نص أن عليا لا ينطق إلا بالحق، علي مع الحق، والحق مع علي، يدور معه الحق حيثما دار. إذن لا يمكن أن نفكك بين موقف علي والحق، لا بد أن يتطابق موقف علي بن أبي طالب مع الحق دائما جملة وتفصيلا. بل إن في إهمال مبايعة علي ومبايعة غيره استلزاما لتكذيب علي في أنه الأحق بالخلافة التي ادعاها، وهذا التكذيب يستلزم أيضا التكذيب بالقرآن الحكيم. كيف؟ لأن القرآن الحكيم نص على طهارة علي من الرجس. أين؟ في آية التطهير: إنما وليكم الله، إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. وهنالك إجماع على أنه على أن هذه الآية نزلت في 5 أصحاب الكساء، وعلى رأسهم علي بن أبي طالب صلوات الله وسلامه عليهما، فهو مطهر من الرجس، والكذب من الرجس إجماعا. فإذا لا بد أن يكون علي صادقا في كل ما يدعيه، وإلا إذا نسبنا إليه الكذب كنا بذلك والعياذ بالله قد طعنا في هذه الآية الكريمة. فإذا طعنا في نص الكتاب، وهذا مخرج الإنسان من الإيمان والإسلام. وانحاز سائر المهاجرين إلى أبي بكر، كل يدعي الإمارة لنفسه، فجاء المغيرة بن شعبة فقال، قال للفئة الثالثة، هذا الصعلوك، فقال: إن كان لكم بالناس حاجة فأدركوهم. جاء المغيرة بن شعبة وقال لأبي بكر ومن انحاز إليه والذين انحازوا إليه: إن كان لكم بالناس حاجة، يقصد الأنصار، لأنه الأنصار حاولوا أن يسبقوا فريق المهاجرين هؤلاء فيجعلوا لأنفسهم خليفة ويبايعونه. فهنا جاءهم المغيرة بن شعبة وقال: إن كان لكم بالناس حاجة فأدركوهم. فماذا حصل؟ انظر كيف يروي المقدسي، يقول: فتركوا رسول الله كما هو وأغلقوا الباب دونه، وأسرع أبو بكر وعمر وأبو عبيدة بن الجراح إلى سقيفة بني ساعدة. قبح الله هذه الوجوه، قبحها الله، إذ تركت وأهملت رسول الله كما هو وأغلقوا الباب دونه. خلص مو مهم أمر جثمان رسول الله وتغسيله، تجهيزه، تكفينه، الصلاة عليه، دفنه، إقامة مراسيم العزاء، تقبل العزاء، أبدا كل هذا ليس بمهم. المهم بمجرد أن وصلهم نبأ أن الأنصار قد اجتمعت لتنصيب خليفة، كل واحد من هؤلاء المخذولين
الذين لا خلاق لهم لا نصيب لهم في الإسلام والإيمان أسرعوا إلى سقيفة بني ساعدة، انطلقوا مسرعين إلى سقيفة بني ساعدة. انظر إلى مستوى تكالب هؤلاء على الدنيا، على الحكومة والسلطان. والرواية من مصادركم أيها المخالفون، فلا تحاسبوننا. قال: فجاء المغيرة بن شعبة فقال: إن كان لكم بالناس حاجة فأدركوهم، فتركوا رسول الله كما هو وأغلقوا الباب دونه، وأسرع أبو بكر وعمر وأبو عبيدة بن الجراح إلى سقيفة بني ساعدة. هنا نص آخر أيضا يرسم صورة لهذا الموقف، ذكره البلاذري في أنساب الأشراف في الجزء الثاني الصفحة 264. قال: وانحاز المهاجرون إلى أبي بكر ورسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في بيته لم يفرغ من أمره، لم يفرغ إلى الآن، فأتى آت إلى أبي بكر الذي هو المغيرة بن شعبة لكنه لم يذكر ها هنا، فقال: أدرك الناس قبل أن يتفاقم الأمر، الحق لحق يا أبو بكر قبل أن يتفاقم الأمر وتذهب فرصة كونك خليفة إلى الأبد. وهنا نص آخر أيضا يرويه ابن هشام أو يذكره ابن هشام في السيرة النبوية في الجزء الرابع الصفحة 271، يقول: لما أتى الخبر إلى أبي بكر وعمر كان رسول الله صلى الله عليه وآله في بيته لم يفرغ من أمره، قد أغلق دونه الباب أهله. بنو هاشم أهل البيت عليهم السلام، هؤلاء أغلقوا دون رسول الله صلى الله عليه وآله الباب لكي يباشروا تجهيزه. وفيما كان أبو بكر وعمر وغيرهما من المتكالبين على الدنيا الخائنين لرسول الله صلى الله عليه وآله والذين لم يلتزموا بالوفاء له، ذهبوا وانطلقوا إلى سقيفة بني ساعدة لكي يسبقوا أو يتسابقوا على الإمرة والسلطان. طيب، كيف انطلق أبو بكر وعمر إلى سقيفة بني ساعدة؟